السلام عليكم حلوياتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. رمضان سعيد عليكم يا رب. تعالوا نشوف مع بعض اسعار اليميش لرمضان السنه دي 2024. زي ما احنا شفنا عين الجمل عامله 540، زيها اللوز 540، البندق المقشر 660. كل ده مقشر مش بالقشر، تمام. التين التركي اللي انتوا شايفينه ده ب440. ليه ب440 معرفش. التين اللي جنبه ده مكتوب عليه تين معرض، يعني ايه معرض مش عارفه، وب400 جنيه. حطي لايك وتابعيني لاخر الفيديو عشان برضو اقولك التين الكويس هتعرفيه ازاي من التين الوحش. تمام. المشمشيه ب400 رغم ان هي صغيره، في مشمشيه اكبر شويه بتبقى في رينج ال500 بقى. القراصية 320. الزبيب ده ايراني، وهو طبعا افضل انواع الزبيب ب200. في زبيب مصري عامل 180. والجوز هند بقى، جوز هند عامل 200 جنيه للكيلو. والجوز هند ده خشن وكامل الدسم. هتسأليني وتقوليلي يعني ايه كامل الدسم؟ تعالى اقولك يعني ايه كامل الدسم. يعني الجوز هند بكل فوائده زي ما هو كده، مش متاخد منه حاجة. في جوز هند بياخدوا منه الزيت بتاعه، بياخدوا منه لبن جوز الهند بتاعه، فبيكون زي قلته مفهوش فايدة خالص. الجوز هند الخالي الدسم ده هتلاقيه عامل شبه القش كده، حاجة مش حلوة خالص، فما تشتروش، من الافضل يعني. طيب اعرف الجوز هند الحلو ازاي؟ هتعرفيه ازاي؟ هتاخدي شويه كده ما بين صوابعك، تفركيهم ما بين ايديكي كده، وتبصي على ايديكي هتلاقي ايديكي مزيته كده، يعني فيها زي زيت الجوز الهند. شم ايديكي هتلاقي برضو ريحتها جوز هند. اعرفي ان جوز الهند ده كويس. برضو هتاخدي منهم شويه تحطيه في بقك كده، لو قرمش معاكي يبقى جوز الهند ده طازه. لو طري يبقى جوز الهند ده ايه؟ بايت او قديم من السنه اللي فاتت. وكمان اللون بتاعه بيفرق. لو جوز الهند ابيض فاتح كده، يعني ابيض منور، يبقى طازه. لو جوز الهند مصفر يبقى قديم. طبعا العدد ده الزبيب المصري سعره 180 جنيه. هو مش فرق كتير عن الايراني، بس الايراني افضل طبعا، فرق 20 جنيه بس. البلح بيبدأ معاكم من 35 جنيه للكيلو، لحد بقى وانتوا طالعين لحد تسعينات، وبرضو حسب النوع اللي انتوا بتفضلوه. الكركديه الكيلو ب240، وده اسواني. والخروب الكيلو ب60 جنيه. ندخل على قمر الدين، وطبعا افضل انواع قمر الدين في السوق قمر الدين الاحلام. يليه على طول المنال. الاحلام هتلاقوها ب90 جنيه، المنال عامله 80 جنيه. وبرضه هقولك على معلومه بالنسبه لقمر الدين، بس تعالى نشوف التين الاول. بصي التين اللي انت شفتيه ده معايا الاول، والتين ده بصي ركزي في التين ده، هتلاقي عليه ترسبات كده غريبه، زي ما يكون مسكر، زي ما يكون عليه املاح كده، ما تفهميش. المهم التين ده سعره 240 جنيه. التين التاني سعره عامل 400 وشوية، يعني 420 440 حسب ما هتلاقيه. ايه الفرق بقى في التين؟ التين اللي هو الرخيص ده التين قديم بتاع السنة اللي فاتت، التين التاني تين جديد، وطبعا بيبان شكله بيبان. بالنسبة بقى لقمر الدين، طبعا في قمر الدين قديم برضو، في قمر الدين جديد. ركزي معايا في التاريخ. بصي لو هتبصي هتلاقي، وقفي برضو الفيديو، هتلاقي تاريخ الانتاج اغسطس 2022. يعني ده متصنع سنة 2022 شهر 8 2022. هو طبعا الانتهاء بتاعه 2024، يعني شهر 8 الجاي، بس ده قديم. بصي بقى قمر الدين ده ده انتاج اغسطس 2023، الانتهاء بتاعه اغسطس 2025. فده الاجدد من قمر الدين التاني. فخلي بالك وانتي بتشتري، بصي على التواريخ، بصي على شكل الحاجة، بيبان طبعا اذا كانت قديمة ولا اذا كانت جديدة. وانا عرفتك طبعا في الفيديو ازاي هتختاري الحاجة تكون جديدة ما تكونش قديمة ويضحك عليكي. شوية البندق دول ملناش دعوة بيهم، دول ب50 جنيه. قعدت اعدهم من كتر ما انا متغاظة، طلعوا 65 بندقية. يعني البندقية واقفة عليا ب75 قرش، ده انا هطلع عينيهم. هحط لهم بندقتين 3 في صينية الكنافة، وحلوة قوي على كده رضا. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ورمضان سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. اشوفكم على خير في حلقات جاية كتير. متنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.